كنت اسمع ناس كتير جدا بتخاف من القط الاسود، وفعلا ناس كانت بتقولي لو شفت قط اسود عدى من قدامي النهارده مش هشوف حاجه عدله في اليوم. ده في ناس تقول لي ايه، انا لو شفت قط اسود معدي من قدامي اخاف امشي على نفس اللاين اللي القط ده مشي عليه. فكنت بتريق بصراحه عليهم وما كنتش بصدق. لما بحثت بقى ودورت لقيت ان من ايام الفراعنه كانوا بيقدسوا حاجه اسمها قطه. اول ما القطه من دي تموت كانوا يكفنوها ويحطوا لها كتان ويحطوها في صندوق من البرونز والنحاس والذهب، كأن ملك من ملوك الفراعنه ميت بالظبط. ولحد دلوقتي لو بتتفرجوا على الاثار والحاجات دي هتلاقوا انه بيطلعوا فعلا تماثيل على هيئه شكل قطه من تحت الارض. ليه القطط بقت منبوذه كده وبقت الناس بتخاف منها؟ الموضوع بدأ بقصه في اوروبا الوسطى، تحديدا في فرنسا. القصه بدأت ان في اب وابنه كانوا قاعدين في مكان ما، وكان في قدامهم حفره في حيطه. المهم لاحظوا ان في الحفره دي خارج منه حيوان اسود، بس ما كانوش عارفين يميزوه قوي. المهم الاب والابن خافوا فمسكوا حجر وفضلوا يضربوا بيه الحيوان ده عشان ما يأثرش عليهم. ومره واحده هوب الحيوان ده طلع قط اسود وطالع يجري زي السهم، دخل بيت واحده بتعمل سحر مشهوره في الشارع ده ان هي بتعمل سحر اسود. الازمه حصلت تاني يوم، الاب وابنه لقوا ان الست اللي بتعمل سحر للقط الاسود دخل في بيتها خارجه من البيت ووشها كله دم ومتعور وايديها مليانه شاش ومتربطه وماشيه بتعرج. الاب والابن اترعبوا، قالوا اكيد الست دي هي القط الاسود اللي احنا شفناه امبارح، والجروح اللي في وشها دي وفي رجليها وفي ايديها بسبب الطوب اللي احنا حدفناه عليها. من القصه دي بقى بدات الناس تبحث وتدور عن الموضوع، وفعلا اكتشفوا ان السحرة بيستخدموا القط الاسود في السحر الاسود. والسحر الاسود ده اللي منكم يعرف يعني ايه سحر هيفهم انه من اشد انواع السحر واصعبهم. من القصه دي بدات الناس تترعب من القط الاسود، وبقت القطه من ساعتها منبوذه في كل حاجه، لدرجه ان في فرنسا تحديدا فضلوا من بعد القصه دي يحرقوا الافات القطط كل شهر. وفضلوا يكرروا الموضوع ده لحد القرن ال17، لحد ما جه الملك لويس ال13 ومنع الناس ان هي تحرق القطط تاني. انت بقى المفروض تخاف من الخرافه دي، تصدق ما تصدقش دي بصراحه حاجه ترجع لك. بس انا واحد من الناس من ساعه ما عرفت القصه دي وانا بقيت بترعب من القط الاسود. هي خرافه، بس القصه دي ما تطمنش.